السلام عليكم ورحمة الله. علاش بعض المبتدئين كتفشل لهم السيارة منين كيكونوا طالعين في واحد العقبة؟ باش تفهموني علاش كنهضر، كاين بعض الناس ولا بعض السائقين فاش كيوصلوا لشي عقبة السيارة ديالهم كتفشل اولا كتقال، بمعنى انه واخا كيكونوا ضاغطين على الاكسيراتور السيارة ما كتزيدش في السرعة، بالعكس انها السرعة ديالها كتبقى كتنقص. غنهضروا دابا على السيارة ملي ما يكونش المحرك شي مشكل. اما الا كان المحرك فيه شي مشكل ولا المحرك قديم اوتوماتيكيا في العقبه كتفشل. حاجه عاديه ان السرعه ديالنا غادي تنقص الا وصلنا لواحد العقبه، لان الجاذبيه كتحكم لنا في السرعه ديالنا. لهذا كيخصني نبقى كنزيد في السرعه قبل ما نوصل العقبه، يعني قبل ما ندخل في العقبه كيخصني نزيد في السرعه. مثلا الا كنت غادي بالمستوى الخامس السرعة ديالي خاصها تكون أكثر من 80 كيلومتر في الساعة، والعداد ديال دوران المحرك خاص يكون أكثر من 2300 دورة في الدقيقة. إلا شفت أن السرعة ديالي بدات كتنقص وهذا العداد ديال دوران المحرك بطبيعة الحال حتى هو غادي يكون هبط، فهنا كيخصني نكراطي الفيتاس، يعني نهبط للمستوى اللي أقل. في هذه الحالة كيخصني نرجع للمستوى الرابع باش كنعطي من جديد واحد القوة للمحرك باش يقدر يطلع لنا في هاد العقبة. وهنا غادي نلاحظوا بأن عدد دورات المحرك تزادت بواحد الشكل كبير والسرعة ديالنا بدات كتزيد. وهنا ملي كنحس بالسيارة بدات كتطلب مني ندوز للمستوى الموالي فكندوز للمستوى الخامس. غير هو ما خاصنيش نتعطل في هاد العملية نتاع تمرير المستوى ديال السرعة، لأنه في العقبة إلا تعطلت شوية فالسيارة غادي تفشل وغادي نكون مضطر أنني نرجع عاوتاني للمستوى الرابع. لهذا منين كنعمر الموتور كنضغط على لومبرياج كندوز للمستوى الخامس، في اللحظة اللي كنجي كنهز على لومبرياج في هذه اللحظة كنولي كنضغط على الاكسيراتور باش ما نخليش واحد المدة اللي تخلي السيارة تفشل. وهذا كل ما كيتعلق بهذا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى الشرح يكون واضح، وإن شاء الله نتلاقاو في شي فيديو جديد بحول